إذا مستمعين للحديث أكثر عن مباراة الجزائر ليبيا الخاصة بالمحليين في تصفيات بطولة إفريقيا 2014 المقررة ذهابا ما بين 20 و 23 جوان، وإيابا ما بين 5 و 7 جويليا. ينضم معنا عبر أمواج إذاعة الجزائر الدولية رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ولأول مرة السيد أنور التشاني. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الجزائر الدولية وبالمستمعين الكرام. سيد أنور التشاني، نهنئك على قيادتك لرئاسة اتحاد الكرة الليبي منذ شهرين. بارك الله فيك، شكرا. نعم السيد أنور التشاني، تحديات كثيرة تنتظرك وتنتظر هذه الكروية في ليبيا نظرا للوضع السائد. هذه المرة مواجهة بين الجزائر وليبيا تأتي في ظروف مميزة مثل ما كانت المواجهة السابقة بين المنتخب الأول للجزائر وكذلك ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2013. السيد أنور التشاني، فيه مساعي كثيرة من قبل الاتحاد الليبي مع الكاف في الآونة الأخيرة من أجل رفع الحظر المفروض على الأندية الليبية والمنتخبات الوطنية لاستضافة منافسيها داخل ليبيا. آخر المستجدات في هذا الأمر؟ نعم، قام الاتحاد الافريقي بارسال لجنه على مستوى عالي مشكله من النائب الثاني لرئيس الاتحاد الكاف وعضويه 3 اعضاء من المكتب التنفيذي، وقامت بزياره ليبيا وشهدت مباراتين اقيمت في كل منطقه في سوق بنغازي، شهدت حضور الجمهور، شهدت الاجراءات الامنيه، قامت بجولات ميدانيه في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي، وطلعت الحياه الاجتماعيه، الحياه المدنيه، الحياه الطبيعيه في ليبيا. قدمت تقريرها المكتب التنفيذي بالكاف الذي قرر مباشره في اليوم الثاني اصدار قراره بالسماح للمنتخبات الليبيه والفرق الليبيه باللعب في ليبيا. متى تم إصدار قرار الكاف بالسماح للأندية باللعب داخل الديار؟ من حوالي 10 أيام تقريبا من حوالي 10 أيام صدر القرار وبعثوا لنا صورة من القرار. الآن اللعب مسموح للمنتخب الليبي كما للفرق الليبية، وأنت لاحظت مباراة أقيمت بين فريقي النصر والجيش الملكي المغربي في بنغازي. نعم، وانتهت بتعادل هدف لهدف. سيد أنور التشاني، إذن مواجهة المنتخب الجزائري للمحليين لشقيقه الليبي، مواجهة الذهاب برسم تصفيات بطولة إفريقيا 2014 للمحليين، مباراة الذهاب مقررة ما بين 20 و 23 جوان بالجزائر، ومباراة العودة مقررة شهر جويليا. هل ستكون في ليبيا رسميا؟ بالتأكيد مباراة العودة بإذن الله ستكون في ليبيا بكل تأكيد وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، ومباراة الذهاب وفقا للجدول الموضوع ستكون في الجزائر بإذن الله. نعم السيد أنور التشاني، وأنت تعلم يا أخي أن الرياضة أساس التقارب والمودة والصلات الطيبة، وأنت تعلم أن الرياضة إذا لم تجمع فهي لا تفرق أبدا. نحن والجزائر يعني لنا أصول كثيرة مشتركة في كثير من سواء على مستوى الدين، على مستوى اللغة، على مستوى الأصل. لا يمكن أن تكون كرة القدم يا سيدي الفاضل سبب في الفرقة أو في تأجيج المشاعر. بالعكس، الرياضة محبة، الرياضة ود، الرياضة ثقافة، والمنتخب الليبي سيلعب في الجزائر بإذن الله، والمنتخب الجزائري سيلعب في ليبيا بإذن الله، وهذا هو دور الرياضة الطبيعي. نعم السيد أنور التشاني، جئت لقيادة الاتحاد الليبي لكرة القدم في ظروف مميزة، تحديات كثيرة تنتظركم خاصة على مستوى المنتخبات الوطنية. هل فيه برنامج في هذا الأمر؟ نعم نحن لدينا اتفاقية موقعة مع الاتحاد الألماني، لدينا 3 مدربين للمنتخبات السنية إن شاء الله سيكونوا من ألمانيا، ولدينا مدير فني للقطاع الناشئين منتخبات الناشئين من ألمانيا، ونسعى إلى التعاقد مع مدرب على مستوى عالي وخبرة جيدة واسم عالمي في ما يخص المنتخب الأول. هذا في مدرب بسمعة عالمية فيما يخص المنتخب الأول، ولكن المحليين يبقى سيد عبد الحفيظ إربيش. نعم، عبد الحفيظ إربيش وسيبقى أيضا مع حتى المدرب الجديد للمنتخب الأول كمساعد مدرب. سيد أنور التشاني، هل فيه إجراءات تم الشروع فيها لتحضير هذا اللقاء الخاص بين الجزائر وليبيا؟
يعني نحن لا ننظر إلى هذا اللقاء كلقاء مميز أو استثنائي، هو لقاء عادي بين أشقاء، هو لقاء عادي بين أخوة. كثيرا ما لعبت الجزائر في ليبيا، وكثيرا ما لعبت ليبيا في الجزائر، بعيدا عن التصميم الإعلامي. وحضرتك إعلامي ودائما تبحث عن التشويق، وهذه مهنتك، ولكن أنت تعلم أن نحن ننظر إلى مباراة ليبيا والجزائر كأي مباراة عادية بإذن الله، وستمر إن شاء الله بكل يعني تسير سير طبيعي بإذن الله. نعم، السيد أنور التشاني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك التوفيق في مهامك على رأس اتحاد الكرة الليبي. شكرا بارك الله فيك. شكرا.